بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده اول ظهور ليا على القناه معاكم، وان شاء الله مش اخر ظهور. النهارده هعمل كيكه بسيطه كده بمناسبه عيد ميلاد بنتي النهارده الصغيره. كيكه بالشوكولاته محشيه بالكريم شانتيه، وان شاء الله تبقى حلوه ان شاء الله. وهنبتدي مع بعض ونشوف المقادير. اولا انا هعملها كبيره شويه، 6 بيضات، معلقتين خل، ذره ملح، كوبايتين ونص سكر بالمعيار ده بالكوبايه دي، تمام. نص كوبايه كاكاو، كوبايتين لبن، كوبايتين زيت، 5 اكواب دقيق، شلنا منهم نص كوبايه وكملنا بالكاكاو بالمعيار برضو دوت، تمام. وفي هنحط كوبايه ميه مغليه، ونسيت اقول لكم، وظرفين كريم شانتيه وظرفين كيك شيف. هنبتدي مع بعض دلوقتي. هنكسر البيض وهرجع لكم تاني. دلوقتي كسرت انا دلوقتي 6 بيضات، هنزل عليهم دلوقتي ظرفين فانيليا كده عشان ريحه الزفاره بتاعت البيض. دلوقتي اهوت، وهنزل عليهم بكوبايتين ونص سكر من الكوبايه دي، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وهضربهم لغايه ما البيض يفتح معانا، وهزود كده في السرعه. هفضل اضرب لغايه ما البيض يفتح، تمام اهو، لغايه كده ما البيض والسكر والفانيليا فتحت معانا كده. هنزل دلوقتي بالزيت عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايتين زيت، نفس المعيار اللي انا قلت لكم عليه، تمام. وهضرب تاني. وهنزل عليه معلقتين الخل، تمام كده. وهنزل عليه كوبايتين اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ده كله كويس كده. دلوقتي اهوت الدقيق، وهفضي عليه نص كوبايه الكاكاو، وهنا حطيت ذره الملح، وهنا كيسين البيكنج باودر، تمام كده. وهقلب الدقيق بالكاكاو كده، تمام. قلبته كده. هنزل بقى على الخليط ده، شويه بشويه. طبعا الكيكه تقيله زي ما انتوا كده شايفين. هننزل بقى عليها دلوقتي بكوبايه الميه المغليه، تمام اهي. هقلب فيها بالراحه كده شويه، ما تستغربوش الطريقه دي بتخلي الكيكه خفيفه وهشه ومش مكتومه، تمام. هخلط بس الميه فيها وهرجع مضرب البيض، تمام كده. اضرب بقى
ثواني كده معايا. زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده، ولا تقيله ولا خفيفه. تمام. وهنصبها في الصينيه دلوقتي اهو. بصوا هنعملها في صينيه مستطيل. دلوقتي انا بطنتها زيت ودقيق، وهصب فيها المقدار الكيكه. بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل يخلص الفيديو. وبعد ما فضيت الكيك في الصينيه بالمنظر ده كده، وهنخبطه خبطتين كده لغايه ما نفرغ الهواء منه، وهندخله في فرن اللي عنده درجه حراره بالارقام هيبقى 180 او 170 من نص ساعه لساعه الا ربع، واللي ما عندوش هيبقى درجه حراره متوسطه. تمام. وهندخله الفرن وهنشوف النتيجه ان شاء الله شكلها ايه. رجعت لكم دلوقتي. هنعمل صوص الشوكولاته. المكونات كوبايه زيت وكوبايه لبن. الكوبايه دي قد الكوبايه دي على فكره. تمام. وكوبايه سكر وكوبايه كاكاو. هنزل بكوبايه اللبن بعيد عن النار، ومعاها كوبايه السكر. تمام. وكوبايه الكاكاو وكوبايه الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهرجعها على النار وهقلبها لغايه ما تغلي معايا غلوتين كده. تمام. بالمنظر ده كده البدائي اهو منظرها كده. احنا هنسيبها على النار واضح كده في الكاميرا لغايه ما تبدا تغلي معانا غلوتين، وهرجع لكم تاني. كده خلاص اهي غلت. تمام. بالمنظر ده كده وسمكها تقل. تمام. هطفي بقى عليها النار وهسيبها لغايه ما تبرد. هصبها في اي حاجه عندك تمام. وهسيبها تبرد. وطبعا لما تبرد هي بتتقل عن كده كمان. هي بسم الله ما شاء الله تقيله اهي. تمام اهي. بعد ما تبرد هحطها في التلاجة تبرد اكتر، وهرجع لكم تاني ان شاء الله. ودلوقتي بقى هعمل الكريم شانتيه وهعمله بالشوكولاته. انا جبت العبوه دي 200 جرام، وهنا حطيت كوبايتين ميه ساقعه، وعندي شويه كاكاو صغيرين باقيين عشان انا مبحبوش ابيض. تمام. هفضي دلوقتي اهوت الكيس على الميه الساقعه. اللي يحب يعمله بلبن براحته، اللي من غير لبن هو حر. تمام. وهضربه. بسم الله الرحمن الرحيم. عادي السرعه بالتدريج بقى. هفضل اقلب فيه لغايه ما يبقى قوامه سميك، وهرجع لكم تاني. تمام. بالمنظر ده كده. وهنزل عليها دلوقتي بحبه كاكاو، يعني بتاع حوالي ربع كوبايه. تمام. هرجع اضربها تاني على الهادي بقى دلوقتي.
هنحطها بقى في التلاجة تسقع، وهنشوف الكيكة بعد ما طلعت وبردت بقى شكلها عامل ازاي. دلوقتي انا طلعت الكيكة اهي، شلت الزيادات اللي هي على الوش الخفيفة دي عشان تبقى مسوية لبعضها، وحطيت لها صوص شوكولاتة خفيف خالص. دلوقتي هنزل عليها، سيبها تهدى شوية، هوزعه تمام بالسكينة بتاعت الكريم شانتيه. تمام كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده اهوت اهي كده. بعد ما وزعت عليها الكريم شانتيه بالمنظر ده كده، واحطها في التلاجة تجمد شوية، وهطلعها احط عليها الصوص. دلوقتي هبدأ اصب الشوكولاتة عليها كده. كده وعملت دمج ما بين صوص الشوكولاته والكريم شانتيه بالمنظر ده كده. دخلت الاتنين في بعض كده، وهسويهم كده، اسوي الاطراف بتاعتها كده بالمنظر ده كده. تمام كده. وانا ما عنديش على الشوكولاته الجناش دوت، فانا شبه اخترعت حاجه كده، فهعمل ازين بيها. مش عارفه بقى هتنجح معايا ولا لا. يعني اي حاجه بسيطه كده نفرح بيها الاولاد. مش عارفه بقى ايه. بعد ما زينتها تزيين بسيط، حاجه بسيطه كده او نفرح بيها الاولاد. المنظر ده كده باي حاجه عندك زيني بيها. تمام، المنظر ده كده. في نهايه الفيديو بقى يا رب يكون الكيكه بالشوكولاته اللي انا عملتها تعجبكم ان شاء الله، وبالمنظر ده كده شكلها. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. واسفه والله على الغيبه غصب عني، وان شاء الله مفيش غيبه بعد كده. بحبكم، مع السلامه. كانت معكم سحر من قناه معكم سحر في المطبخ. مع السلامه، باي باي.